اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده بقى وصفة المكرونة البشاميل، وازاي تكون بقى كريمي من جوه كده وغرقانة بالبشاميل من بره. وطبعا كل الناس بتحب المكرونة البشاميل وما بتختلفش عليها. يلا بينا نبدأ الفيديو، بس لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يلا بينا. معايا بقى طبعا 4 مكعبات من الزبدة ومعلقتين كبار دقيق ونص كيلو لحمة مفرومة وبصل مبشور وكوباية كبيرة لبن وكوباية كبيرة شوربة. وطبعا بحب احط على الوش كده موتزاريلا وجبنة شيدر مبشورة. وطبعا بحب احط معلقة من القشطة. وهنا معايا بقى كوباية جبنة اللي هي الكريمي القشطة، بحب احطها طبعا في البشاميل وانا بعمله. وكمان معلقتين كبار من الصلصة. تعالوا بينا نشوف هنعمل ايه. هنا طبعا غليت المية كويس جدا ونزلت كده بكيس ونص من المكرونة الاقلام. طبعا انا عملت كيس ونص علشان خاطر انا عاملة صينية كبيرة، وقلبتها كويس جدا. وبعد كده استنيت شوية لحد ما اتسلقت معايا زي ما انتم شايفين بالشكل ده. في طاسة على النار بقى هنزل كده بشوية من الزيت، وطبعا هحط بقى نص كيلو من اللحمة المفرومة وهشوحها كويس جدا لحد ما تبتدي تدي لون معايا. زي ما انتوا شايفين كده انا نزلت بالنص كيلو لحمة مفرومة وهقلبها كويس جدا. اول ما تدي لون معايا هبتدي انزل بالبصل المفروم بتاعي. هنا بقى طبعا حطيت البصل وهقلبه كويس جدا، وهبتدي طبعا احط معلقتين كبار من الصلصة. هقلبها كويس لحد ما تدي لون كده للحمة المفرومة، وهبتدي احط الملح وشوية فلفل اسود. بعد كده هقلبهم كويس في بعض. هتبتدي تستوي معايا وهقوم جاية طافية النار بتاعتي. تعالوا بقى نعمل مع بعض البشاميل. هنا حطيت 4 مكعبات من الزبدة وعليهم معلقتين كبار من الدقيق، وهقلبهم كويس جدا لحد ما يبقوا على شكل كريمي كده. وهبتدي طبعا احط اللبن واحدة واحدة زي ما انتوا شايفين، وهقلبهم كويس عشان ما تكلكعش معايا. وهبتدي طبعا احط كوباية كبيرة من الشرب. انا بحب احط في البشاميل نص لبن ونص شرب، بتدي طعم حلو قوي للبشاميل. وهفضل اقلب لحد ما تبقى مديالي كده البشاميل يتقل معايا ويبقى شكله كريمي. وهنا حطيت طبعا معلقتين كبار من الجبنه القشطه زي ما انتوا شايفين، بتدي طعم برضو حلو قوي للبشاميل. وهفضل اقلب طبعا كويس جدا علشان البشاميل طبعا يا جماعه لازم يتقلب كويس عشان ما يكلكعش معايا. هنا طبعا حطيت الملح والفلفل الاسود، وهبتدي طبعا اكمل تقليب لحد ما البشاميل يتقل معايا. خلاص كده البشاميل بدأ يتقل معايا ويبقى شكله عامل زي الكريمي كده. هبتدي برضو اكمل تقليب فيه لحد ما يبتدي يتقل شوية بشوية معايا. عايزة اقول لكم يا جماعة ان طعمها رهيب. وطبعا بعد ما سلقت المكرونة وصفيتها كويس من المية، جبت البشاميل كده وهحط حبة بشاميل على المكرونة الاول وهقلبها كويس في بعض قبل ما ارصها في الصينية. زي ما انتوا شايفين كده انا بغرق المكرونة الاول بالبشاميل، وهقلبها في البشاميل كويس جدا. وبعد كده هبتدي ارصها في الصينية. جبت بقى طبعا صينية كبيرة كده وحطيت فيها شوية بشاميل الاول، وهبتدي طبعا ارص المكرونة. عايزة اقول لكم ان الوصفة ديت هي اللي بتخلي المكرونة من جوه غرقانة بالبشاميل وشكلها عامل زي الكريمي. بدأت كده طبعا ارص المكرونة بتاعتي. هبتدي طبعا احط طبقة لحمة مفرومة وعليهم شوية موتزاريلا وشوية جبنة شيدر مبشورين. عايزة اقول لكم يا جماعة ان طعم المكرونة البشاميل لو عملتوا الطريقة دي بالظبط هتعجبكم جدا. هنا طبعا بدأت ارص كده اللحمة المفرومة، وهبتدي طبعا احط الجبنة الشيدر والجبنة الموتزاريلا زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. هبتدي طبعا احط كمان طبقة مكرونة على الوش، وطبعا هغرقها بالبشاميل بتاعتي اللي انا عاملاه. عايزه اقول لكم ان لازم تغرقي المكرونه كلها بالبشاميل، يعني ما ينفعش مكرونايه مش متغطيه خالص بالبشاميل. لازم تغطي اي مكرونايه طالعه كده تحطي عليها بشاميل، لازم عشان ما تنشفش في الفرن. بدأت بقى طبعا احط الطبقة الاخيرة اللي هي البشاميل. طبعا زي ما انتوا شايفين بالشكل ده انا هغرقها خالص.
بصوا بقى متغطية ازاي. هحط بقى طبعا على الوش موتزاريلا، وكمان بحب احط شوية من القشطة، بتدي طعم حلو قوي للبشاميل زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. وهبتدي طبعا ادخلها الفرن. شايفين بقى يا جماعة هي متغرقة خالص ازاي بالبشاميل، يعني مفيش ولا مكرونايه كده طالعة. لاحظي لو اي مكرونة كده طالعة من البشاميل هتنشف معاكي في الفرن وهتتحرق معاكي. وهنا بقى طبعا بعد ما طلعت من الفرن انا بحب اقطعها كده وهي سخنة. في ناس طبعا بتستنى كده لما الصينية تبرد علشان تطلع المكرونة بحالها. انا هنا طبعا ما بقدرش استنى لما بتبرد علشان بيبقى طعمها حلو قوي وهي سخنة. شايفين بقى شكلها عامل ازاي. وانا هنا كده بقطع المكرونة، طلعت حتة كده علشان تشوفوها معايا. بصوا شكلها عامل ازاي، كريمي جدا من جوه وطعمها كمان كان حلو قوي. بجد هتعجبكم، جربوا بس الوصفة دي هتعجبكم جدا، وهتبقى كريمي كده وكلها غرقانة بالبشاميل. بصوا بقى شكلها عامل ازاي. بجد اتمنى ان انتوا تجربوها. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش لو اول مرة تشوفوني تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكم على خير.